كان راعي غنم بسيط واليوم كيعرفوا العالم كامل. صدام حسين، الراجل اللي تحدى امريكا ودخل في 8 سنين ديال الحرب مع ايران وغزا الكويت وتخبى بحفرة تحت الارض. بطل او لا طاغية، قصته عامرة دم وخيانة ومجد، من قاع الفقر حتى الحبل الاعدام. هذا ماشي فيلم، هذه قصة صدام حسين. في سنة 1937 في نهار من نهارات الصيف الحار تزاد طفل صغير في قبيلة البيجات سميتو صدام حسين. ولد يتيم ما شافش بواه، تربى على يد خالو اللي كان رجل قاسي ولكن علمه معنى الشجاعة والانتقام. من صغره صدام كان مختلف، عينيه فيهم طموح كبير وداخله فيه نار ديال السلطة. في المراهقة دخل حزب البعث العربي، الحزب اللي كان كيدعو لوحدة العرب ضد الاستعمار. وفي 1959 وهو باقي شاب شارك في محاولة اغتيال رئيس العراق عبد الكريم قاسم، ولكن المحاولة فشلت وهرب صدام لسوريا ومن تما لمصر، وتما غادي يعيش حياة المنفى ويتعلم كيفاش السياسة كتلعب بالنار. في 1968 صدام غادي يرجع للعراق وحزب البعث غادي يدير انقلاب ويطيح بالنظام القديم، ومن هنا بدات صعود صدام الحقيقي. في 1979 صدام غادي يولي رئيس العراق. في أول خطوة ليه دار مشهد تاريخي، نادى باسم الخونة وسط القاعة وكل واحد سماه بسميته. من تما العراق تبدلات، بنى مشاريع ومدارس طرق، ولكن زاد القمع والمخابرات والدم، وكان صدام كيبغي السلطة أكثر من أي حاجة. في 1980 غادي يعلن الحرب على إيران، حرب دامت 8 سنين وخلفت مئات الآلاف ديال الضحايا. ورغم كل شيء بقى صدام كيتفشخر بالنصر، ولكن الطموح ديالو موقفش هنا. في سنة 1990 غادي يغزو الكويت، العالم كامل تزلزل والامريكان دخلوا في عاصفة الصحراء. صدام خسر الحرب ولكن بقى في كرسي الحكم. 2003 الولايات المتحدة قررت تسقطه نهائيا بدعوى انه عنده اسلحة دمار شامل. في بضع اسابيع بغداد طاحت وصدام هرب. في دجنبر 2003 لقاوه، كان مخبي بحفرة تحت الارض ولابس ثياب مهترية، دقنه طويل ولكن العيون باقي هي نفس النظرة القاسية. تحاكم صدام بتهمة جرائم ضد الإنسانية في فجر 30 دجنبر 2006، وفي نهار عيد الأضحى تنفذ الحكم. صدام حسين الرجل اللي بنى دولة وخربها بنفس اليد، واللي عاش بطل عند البعض وطاغية عند الآخرين. تاريخه باقي محفور بين المجد والدم.